بسم الله الرحمن الرحيم. ادخل عليكم بقى كده بالفسيخ. طالعين من رمضان يا ولاد. مصر كلها، مصر كلها بلا استثناء داخله على الفسيخ والرنجة. احنا قعدنا يومين ما شاء الله ناكل فسيخ ورنجة، ولا بنزهق ولا بنكل ولا بنمل. الفسيخ والرنجة ده العشق. احنا طالعين اصلا زهقانين من الفراخ والسمك واللحمة والكبد والحاجات دي كلها. نفسنا رايحة خالص للحوادق. بصوا ان انا جبت رنجة طبعا وفسيخ من مكان معروف يعني عندنا. طبعا مش هقول اسمه غير لو اداني اعمل له اعلانات. اول فيديو عملته كنت كل ما اقول حاجه، اسم حاجه يعني اسم منتج، جوزي يقول انت كده بتعملي له اعلانات، فاقول له لا 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 خلاص. إيه، يا ريت صاحب المنتج يتواصل معايا علشان ايه يدفع لي وانا اعمل له اعلانات. طبعا كنت بهزر، انا لسه واحده على قد يعني، ان شاء الله ان شاء الله مفيش حد بيفضل صغير، الصغير مصيره بيكبر. المهم نرجع للفيديو ونسيب الاحلام على جنب. إيه، جبت بقى الفسيخ. بصوا ما شاء الله الفسيخيه قد ايه. التلات فسيخات دول كانوا قد ايه، كيلو ربع تقريبا. انا زودت الكيلو وربع بالصغيره دي، وما كانتش اللي هي قد كده يعني، كانت الصغيره دي مش حلوه، ما انصحش حد ان هو يجيب الفسيخ الصغير ده يا جماعه خالص. بس هي كانت ايه، تظبط ميزان يعني. لكن بصوا ما شاء الله الفسيخه الكبيره دي عسل مزبده، طعمها زي العسل. عايزه اقول لكم ان احنا ده كفانا. انا كنت بقول بقى ايه، الواحد هيمسك الفسيخيه ياكلها يخلصها. لا 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 والله العظيم، يا النفس بس النفس أمارة بالسوق دايما. فما شاء الله قعدنا يومين ناكل فسيخ ورنجة من الكيلو ده والكيلو ده. بصوا انا دي طريقتي في تنظيف الفسيخ، كل واحد وليه طريقه. في ناس ما بتشيلش القشور اللي على اللي انا بعملها بالسكينه دي، بتفتحها وتاكل على طول. انا لا، بحب ايه ان انا اعمل زي ما انتم شايفين كده. بشيل الاول الخياشي، الحاجات اللي هي بتبقى طالعه دي، عارفينها اللي انا قصقصتها بالمقص دي. وبعد كده امسك بالسكينه بقى القشور دي. بصوا بنزل بقى كل اللي عليها علشان ما يجيش في بقنا، لان انا ما بحبش الحاجات دي، بحبها تبقى متنضفه قوي. وبين السمكيه والسمكيه هنضف بقى ايه، هشيل القشور ديت عشان ما تبهدليش الدنيا يعني. انا هنا كنت على الرخامه بتاعه الحوض، بعيد عن بعيد عن الحوض، مش رخامه الحوض، رخامه المطبخ. فرشت الكيسه ديت كده، قلت عشان ابقى براحتي واعرف كمان اصور لكم وكده. خايفه ان انا ايه ارجع اكسل ما اصورش، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبعد عني الكسل يا رب. بصوا ده اللي انا بقول لكم عليها، الزعانف والحاجات دي بقصقصها عشان ما تعورنيش وانا بعمل بالسكينه الاول، فاهمين؟ لازم اشيل ده وامسك بقى بالسكينه واشيل القشور كلها. دي طريقتي انا بقى في تقطيع الفسيخ. وكل دار وليها مدار على رأي ستي الله يرحمها، كل شيخ وليه طريقة. دي طريقتي انا، بحب الطريقة دي. بص انا كنت عشان ما اطولش الفيديو كنت نضفته كله. بص بمسكها برضو بالسكينة كده، بطلع ايه الحاجات اللي في البطن واكمل فتحها وافتحها كده بايديا. بصوا المنظر. طبعا عيالي واقفين جنبي، كنت بدوق وادوقهم، بدوق وادوقهم. احنا ما ينفعش نعدوا الفسيخ كده من غير ما ادوق. بصي الجود دي كنت بدوقها ودوقت ادم. لازم ندوق. بصوا بقى دي بفتح الراس كده، بفصل الراس خالص عن الجسم، بشيلها. بصوا في كيس الزبالة يعني، عزكم الله. بفتح بقى البطن واشيل الحاجات اللي جواها وبكحتها بالسكينة وافتحها نصين. ما برضاش افتحها قدام الكاميرا يا جماعة، عشان لو حد بيقرف واخ ويع وكلام من ده، فايه ما يقرفش يعني من الفيديو. ماشي يا روحي. بصوا المنظر كان تحفة، وملحه جميل. لازم ادوق، ما ينفعش افتح الفسيخة، بحس ان انا هيغمى عليا. والله العظيم لو فتحت الفسيخية وما اكلتش منها حتة بيغمى عليا. اللي فتحته بقى وظبطته هرصه كده ايه في اطباق واعصر عليه ليمون. بصوا دي اللي انا بقول لكم ما كانتش حلوه قوي، كانت مجلده كده شويه و... وايه حدوقيتها حادقه سنه يعني، بس حلوه يعني، مش وحشه بس مش احسن حاجه. هلم بقى مكان الفسيخ خالص وامسح علشان ايه، اجيب بقى الرنجه. ما زفرش ده بده يعني، ما يبقاش ريحه ده ريحه ده. دي الرنجة بصوا لونها ذهبي وجميلة ازاي. انا هنا خدتها حطيتها على طاسة على النار تمام، فما صورتش بقى عشان ايه المكان ضيق ومعرفتش ان انا اروح واجيب الستاند. على ما الرنجة تتشوى همسك بقى البصل ده كنت جايباه في التسويقة اللي انا كنت جايباها اخر تسوية قبل رمضان، قبل العيد قصدي. تمام. الواحد طالع يا جماعة من رمضان. انا بنام الفجر زي رمضان بالظبط، زي ما كنا بنعمل في رمضان. بس الفرق بقى ان انا بصحى الساعة 4. يعني بصحى الساعة 4، مش عارفة في ايه يعني. الواحد بيلحق الظهر بالعافية، يصلي الظهر بالعافية، الوقت بيجري جدا.
قولوا لي ازاي ان انا اظبط النوم، علشان انا عندي ولادي هيبداوا دروس من اول الاسبوع، فمش عارفه انزلها اصحى لهم بجد، وهما كمان يصحوا ازاي، بيناموا برضو معايا ويقوموا معايا، الله المستعان. بصوا هنا نضفت كل البصل. طبعا الاكله دي لازم بصل 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 بصل، مليون مره بصل. كده اخدت البصل غسلته وجبت. بص السرعه مفيش احلى من السرعه دي طبعا، ده انا مقطعه الفيديو ده 300 الف مره، ده كان طويل خالص، بس انا بحاول اقصر لكم عشان ما تزهقوش من الفيديو. يا ريت اللي وصل معايا لحد الرنجه ما اتشوت يقول لي تسلم ايديك على الرنجه المشويه، ولايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بقيت بنت مشهوره وبعرف اقول الكلام اللي بيقولوه المشاهير. بصوا بقى، دي طريقتي برضو في الرنجة يا جماعة، كل واحد له طريقة. في ناس بتعملها نية، بتخليها كده نية. انا بشويها في طاسة على النار من غير زيت ومن غير اي حاجة، هي اصلا بتنزل زيوت ودهون، فانا بشويها واطلع الجلد بتاعها كده، واخد بقى اللحم بتاعها كلته، والبطاريخ بقى بلاقي بطاريخ في النص كده فبشيلها برضو معايا. بصوا ولادي ما بيحبوش عليها سلطة، فانا ما حطيتش عليها طماطم يعني وبصل وفلفل وكلام من ده، بيحبوها زي ما هي كده، لحم بس كده. بصوا اللي انا شيلته ده كده كان البطاريخ. بصوا مسكتها ما خليتش فيها حاجه. ايوه ياما، ده انا دافعه فيكي فلوس يا حبيبتي، ارميكي في الزباله ولا ايه؟ بص جماعه، انا مش بقرف من الحاجات ديت، انا عشقي انا وولادي الحمد لله وجوزي الحاجات دي، فبالنسبه لنا ما فيش اي قرف، ما فيش اي حاجه، فبعمل الاكل ده بحب لان انا بحبه اصلا. بصوا هنا قسمتهم على طبقين، وقطعت طماطم وقليت بطاطس. طبق البطاطس ده وفيه بطاطس تاني على النار على فكره، بس احنا قلنا ناكل وايه ولما يتحمر اقوم اجيبه. بصوا بقى، فسيخ ورنجة وبطاطس وبصل وطماطم، يا ولا يا ولا يا ولا، أكلة كانت زي العسل. عارفين انتوا كأن واحد كان محروم من الأكل بقاله سنين، احنا بقى شفنا الفسيخ كأننا. بصوا المنظر، بصوا شايفين الجمال، أكلة حرشة تفتح النفس. فين حبيبة الفسيخ بقى؟ فين الناس اللي بتحب الفسيخ؟ تيجي الفيديو ده. بس كده الفيديو لحد هنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفيديوهاتي تكون خفيفة، واتمنى تشتركوا في القناة. هنا كنت حطيت الاكل خلاص على الترابيزة، هاكل بقى لقمة كده اللي هو خلاص مش قادرة بقى. بصوا المنظر بقى، وعيش سخن. الفيديو بتاعي خلص لحد هنا، هناكل بقى. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم طيبين ودايما متجمعين. اتمنى منكم الاشتراك واشوفكم على خير. مع السلامة، بحبكم.